البوست الاول كان صاحي، البوست الثاني ما كانش في كامل القوه العقليه. هذا ما كان. المره الجايه باش تهرق عليها بقواره بلا شطاره ركز معاها، كلاش ولا طلع ولا هو راه العام مقاولعني والله مقاولعني. She wanna fuck with me but I don't get the time. ريحانة وكاردي بي وبكرهم تيتخارا وكميتنا كنابيس وجاية من غفساين. السلام عليكم الدراري ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جيناكم بواحد الحلقه اللي غادي تكون جديده على القناه، اللي غادي نبقى نديرها كل مره في السيمانه، وغادي نبقى نهضر على الاخبار ديال الراب المغربي في السيمانه كامله. بيان سور كنتي اول مره غادي تفرج فيا غادي تهبط، غادي دير اشتراك وغادي دير جيم وغادي تكمل القصه من الاول حتى للتالي باش تناقش معنا في التعاليق الراي ديالك في هذا الموضوع. هذه الحلقه هذه الاولى اللي غادي تخصص خصيصا للتيفلو واليوسف 45، غادي نهضروا عليهم بجوج بهم وغادي نعطيو اخر الاخبار ديالهم. فبالنسبه للتيفلو كيف ما كتعرفوا بان لحد الان داير راسو غير في قرطاس نسا وتتكلاشا غير معاها هي، ما كيهضر مع حتى شي حد واحد اخر. ما هادشي اللي كنشوفوا في هاد الايامات في لي ستوري ديالو كيتكلاشا غير مع قرطاس نسا. القصه منين بدات؟ بان على ما قال تيفلو بان قرطاس نسا خرجت بواحد لي ستوري كتقول بان التيفلو عروبي وتططط وشي هضرات، فهمتي بان التيفلو عروبي وجابوا الفاس وهو ماشي فاسي وزيد في الراب وديك الهضره اللي كلشي تفرج فيها في اللايف. انا ممكن نوضح للناس اللي ما كانوش. اول هي اللي بدات، ومن بعد من التيفلو غادي يصرح بان قرطاس نسا بغات دير مع التيفلو فيتشورينغ وصيفطات له ميساج ولا ورا الميساجات بالدلائل صراحه الله، هو ما بغاش يدير معها فيتشورينغ. ومن بعد خرجت بهاد التصريحات وبدات تكلاشي فيه. هضرت على فاس. الوغ انا هضرت على فاس، انت ماشي فاسي اصلا، انت ساكن في عروبيه حدا فاس. وفاش كنتي كتسمع ديك الكاليتي بوغي اللي كنتي كتسجل في ديك الحفره اللي عندكم، كنتي كتهبط عند كاسه كيصيفطوك للاستوديو فين تسجل. بالنسبه لي انايا نكونوا صريحين، اول مره غادي نعرف قرطاس نسا عن طريق تيفلو. انا تنعرف تيفلو بشحال هادي، قرطاس نسا عاد عرفتها دابا. انا ماشي تندافع على تيفلو ولا انا، بالعكس نقول الحقيقه وشنو كاين، بان تيفلو النيفو ديالو طالع على قرطاس نسا ودابا راه تحط معاها في الكلاش ودار لها البوز وتستاهل حتى هي صراحه الله تستاهل. دخلت في الجيم، هذه هي الجيم هي هذه. خشيتي مع مو دخلتي معاه، مادام وصلتي معاه شي هادشي هذا الوغ راك في قصيتها انت، راك درتي اللي عليك. المهم فتيفلو مؤخرا بدات يخرج بواحد الكلاشات اللي الجمهور ديال التيفلو اللي عنده في انستغرام هو اللي محرضوا عليها، حيت تسنى جمهور دابا تيعجبو الكلاش، فهمتي تيبغي يسمع الكلاش. المهم جا التيفلو شنو خرج البارح؟ خرج بجوج ديال لي بوست. البوست الاول كان صاحي، البوست الثاني ما كانش في كامل القوه العقليه. هذا ما كان. الوغ بالنسبه للبوست الاول والتيفلو اللي كان صاحي فيه وراه باين في وجهو كان صاحي ودير الكمامه والشمس وكذا، وراك عارف النهار برد مازال ما تعاطى حتى شي حاجه. خرج واحد الكلاش اللي كان قاصح بزاف على قرطاس نسا، اللي مازال لحد الان ما عطاتش واحد الرد ولا ما عطاتش شي تفسير لهذا الكلاش هذا اللي دار. تيفلو دخل معاه في القاصح، دخل معاه في الحمد عدامه، يعني عطاها القاصح. اللي بغى يتورج في الكلاش فري ستايل غادي تلقاوه في الديسكريبسيون اللين ديالو، خلو تفرجوا له. فتيفلو جبد لها واحد الاسرار لي بيرسونيل بالنسبه ليها، وكون كوا كنصاحب مع شي حد طه ما عرف شكون هو طه، بدي قال له طه ما طه. المهم نتوما تعرفوا. ومن بعد تيفلو جلس مع راسو، جاب بريبرات جاب بريبرات عطاهم طش اسهط هو يخليها الله يبارك. السلام عليكم، تحياتي لكم، نتمنى تكونوا صافا وبخير. حنا بخير اخي الطيفلو، امضر انت يا مزيان كلشي هو هذاك. المهم اول حاجه السموحه حيت ما دوزتش الدراري كاملين في ستوريات باسكو لي ستوري بزاف والروينه واقع عندي في انستغرام، داكشي علاش. وثاني حاجه اخر مره تنأكد وتنعاود، اخر مره غادي نجاوب على ديك ختنا. اخر مره غتجاوب؟ واش متاكد الطفلو؟ عندكش فيك غدا مقطع تولي تعطيها عاوتاني طاش. هذا ما كان. ما بقاش فيكم الحال، انا عارف راسي قاد نجاوبها وقاد نحردها في اي وقيته، ما هادشي ما خدامش. عندنا خدمه اللي كبيره وعندنا شغالات اللي كبار. اوفري الطفلو راه خدام اخوتي في واحد الفيديو كليب، شي حاجه اللي كبيره بزاف. هادشي والله ما عندنا ليه الوقت بالله. هادشي اللي كاين اخوتي، والسموحات بزاف. وميرسي بوكو ليكم وتنبغيكم وراكم في القلب هنا. مرحبا. انت راك هنا العز اخي الطفلو. ايوا المره الجايه باش تهرق عليها بقواره بلا شطاره
ركز معايا كلاش ولا لا طلع ولا هو راه العام بقاو نعني والله كنبقاو نعني. بالنسبه ليوسف 45 انا نقول لك دابا شنو هو السبب اللي خلى يوسف 45 ما يكونش لاباس عليه لحد الان وما يكونش غادي كوميرسيالمون في الراب مزيان وبيخليه في هذا النيفو هذا اللي راه فيه دابا. يعني يوسف 45 نورمالمون خصو يكون اكثر من هذا النيفو، خصو يكون واصل لواحد الليفل، حيت كلنا كنعترفوا بان احسن واحد في الفلوات، احسن واحد في اللعبه ديال التراكات، يكتب بزاف ديال التراكات في اي لحظه، خدمته زوينه، ولكن حاجه وحده اللي ناقصاه باش يولي مزيان كوميرسيالمون. يوسف 45 قلبو زوين، واللي كتلقاه قلبو زوين كتلقاه غادي دوق الدوك كيف ما كيقول. يوسف 45 ديما تيعاون الروابا سورتو ولا الفاس، تيعاون الروابا بارتو، فهمتي، بارتو في المغرب. اي رابور بادي تيدير معاه فيتشرينغ، اي رابور دار شي ديسك كيبارطاجيه في لاشين يوتيوب ديالو، ديما مستقبل الروابا في الاستوديو ديالو. اي واحد بغى يدير راب كيجي عنده الاستوديو كيجلس معاه كيهضر معاه. يوسف 45 انا هضرت معاه شخصيا في انستغرام من بعد ما كنت درت رياكشنز على اغنيه ديالو، جاوبني في كومونتير جوغ ميرسي وكذا واللعيبات. من بعد زدت الانستغرام كنطلع واحد اللايف كنت كومونتيت فيه، هو يصيفط لي ميساج فوكال، وحق الله صيفط لي ميساج فوكال قال لي برافو خويا كيعجبني داكشي اللي كدير وكمل بزاف، وراني خديت واحد اللعيبه، راني لحتها في التراك ديال راس بطاطا كنخدم واحد البارس ديال الهضره ديالي في الاول كنلاحظ. وصراحه الله يوسف 45 واحد الدري قلبو زوين. انا ماشي تنقول لكم يوسف ولا فهمتي باغي نشكر فيه ولا حيت عاطيني شي حاجه ولا، بالعكس يوسف 45 هكا داير، واللي تيكون ديما قلبو زوين تيكون تيتعامل بصدق مع الناس اللي كيتفرجوا فيه. عرفتي شنو هي التعامل بكل صدق مع الناس اللي كيتفرجوا فيه؟ هو يوسف 45 شحال من مره خوتي ديروا جيم للتراك، ديروا جيم، طلعوا ستوريات، يعني كيخاطبكم بحال شي اصدقاء وحق الله. وانا متاكد يوسف 45 كيجاوب جميع لي فاينز ديالو في الانستغرام، تيهضر مع الناس، متواضع بزاف زعما صراحه. هو ما حاسش حتى بديك الليفل اللي وصلوا في الراب، ما حاسش فيه، متواضع بزاف. وهذه هي النتيجه ديال التواضع، النتيجه ديال القلب الزوين. ما كتكونش كتفكر بواحد الماديات بزاف، كتكون كتفكر بانك توصل تعاون الناس، كتفكر بانك تعاون الناس، وهذه حاجه زوينه في يوسف 45. كيف ما شفتوا مع جيكا ريد لاين تكلاشاو في التراك اللي فات، لا غدي 2 دايز لقيتوهم في اللايف بجوج بهم جالسين طلعي اللايف بجوج بهم. لو بغيتو اللايف غادي نخلي لكم الديسكريبسيون ديالو تقدروا تفرجوا فيه، غادي تعرف بان يوسف 45 ما كيديرش في قلبه، كيهضر اللي في قلبه على لسانه. صراحه الله دري طيب بزاف، وكيف ما كتشوف اخوتي بانه كان فيه التحراميات ديال هادشي ديال الانترنت وكذا، غادي يبقى يدير جيف وايز والبلانات ويدخل العاقه ويدوز التحرام، ولكن هو تيتعامل بكل تواضع. يعني هو واحد الانسان متواضع، غادي عارف القيمه ديال الراب اللي عنده غادي. وانا عاد فهمت علاش باش زاد كاع يوسف 45 عجبني وكبر لي في عيني. كنت كلاشا مع واحد الرابور من قنيطره، وديك الرابور ديال قنيطره كان سب الدراري ديال فاس، يعني ما كلاشاش يوسف 45، كلاشا الناس ديال فاس كاملين بواحد اللجام. المهم جا يوسف 45 بيان سور غادي تجي غير على مدينه فاس غادي يرد عليه، جا هو رد عليه هو فهمتي، ولكن قال قنيطره. جاو جمهور ديال الناس ديال قنيطره قالوا واو يوسف 45 كيسبنا وحنا كنبغيو. والناس ديال قنيطره معروفين اصاحبي فين ما مشيتي رجال، الناس ديال قنيطره رجال اصاحبي وقلبهم على لسانهم، والناس اللي عمرها دار فهمتي. فاجئوا كيف المهم بقى لهم بلان هضروا مع يوسف 45 قال لهم انا راني كلاشي ديك رابور، نتوما بالعكس راه واكل معاكم شارب معاكم كلشي. قالوا له حنا راه ما كنعرفوش اصلا ديك الرابور، هو براسو مشهور في قنيطره. ويوسف 45 طيح النيفو ومشى كلاش هذيك السيد. هادي هو البلانات اللي ما خصش يصرفوا شحال من مره يديروا كلاشي اللي خصو يتكلاشا، ما تقدرش كلاشي شي وحدين ما معروفينش فهمتي. كل واحد تيلعب على حساب النيفو اللي فيه، كل واحد تيشد في النيفو اللي راه فيه. الو هنا من بعد يوسف 45 بقى تيعتذر الناس قنيطره، قال لهم سمحوا لي انا راني ما قصدتش، انا بالعكس راه نتوما شفت منكم غير خير. وهذا ميساج بان الا كانوا شي روابط تيتبيفاو مكناسي قنيطري رباطي تونسي فين ما بغات تكون نوعه، الا كنتي تبيفا في الراب مع رابور من المدينه ديال الاخر، هذا ما كيعنيش بانه كيهضر على مدينتنا، بالعكس هذاك تيهضر على ديك الرابور اللي بيناتهم احداث. فالهدف من هذه الهضره اللي كنقول لكم اخوتي بان خصنا نحاربوا كل عنصريه كاينه، حاربوا كل عنصريه، ما تكونش حب الذات بزاف. حنا كاملين تنشكلوا هذا الوطن، حنا كاملين كنشكلوا هذا العالم، لا للعنصريه، لا فرق بين حتى شي واحد، ما كاينش فرق بين حتى شي واحد في هذا العالم كله. حنا كاملين فينا حجر وطوب،
فين ما مشيتي قلب زوين قلب خايب، فين ما مشيتي الا ما كانش الخير ما غيكونش الشر، الا ما كانش الشر ما غاديش يكون الخير. خلاصة القول. وبغيت نخلي واحد الميساج عباره عن فري ستايل غادي تكون على العنصريه وعلى هاد المشاكل اللي وقع في امريكا بالنسبه لديك السيد اللي قتلوه مسكين. فكتبت واحد الفري ستايل اللي غادي نقدمه لكم صغير خفيف ظريف غادي نساليو به هاد الحلقه. كنتمنى تكون عجبتكم الحلقه. خليكم مع الفري ستايل. سلام. يا مان جو سطورة كنبكي بالدموع، هاد المرة صافي غيكون صوتي مسموع، كنقول كلامي صح هضرة ماشي مقموع. I have the power to break all the bad rules. I'm the motherfucker many bad boy. هاد المرة صافي غيكون صوتي مسموع، كنقول كلامي صح هضرة ماشي مقموع. I have the power to break all the bad rules. I'm the motherfucker many bad boy. لا فرق بيننا كاملين صاحبي كلشي خلق الله. باور زيدها في راسك حيت حنايا الرجل تنعيشو كاملين في هاد العالم شاركين بالزولة. لا ما عجبتك هاد الهضرة عند دمك قولها. Girl, I love it